واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا يوم الجمعه. احب اشكركم على كل تعليقاتكم، كل كلامكم اللي انتوا قلتوه لي على الفيديو اللي فات، اللي انا كنت حاسه ان طاقتي فيه مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه، ولكن تعليقاتكم رفعت من طاقتي لدرجه ان انا كنت مصوره الفيديو اللي انا هنزله لكم ده قبل كده. لما اتفرجت عليه لقيت نفسي بقى ايه، حزن الحزن، بس تعليقاتكم ادتني طاقه ايجابيه، فقررت ان انا يعني هصوره تاني. عارفين عبله كامل لما كانت قاعده عامله كده؟ انا كنت احزن من عبله كامل. انتوا متخيلين الحزن؟ لان الفيديو ده بيمسني بشكل شخصي جدا، واعتقد ان ناس كتيره جدا هتبقى بتريليت للفيديو ده. الفيديو ده يستحق ان هو يبقى طالع من القلب، ولكن يبقى طالع بدفعه امل، دفعه يقظه، يعني كده النمر الاسود كده كده تدينا طاقه. فقررت ان انا اصور الفيديو تاني. سوري بقى، هتلاقوا اصوات كتيره بره. اي بروميس يو ان انا ان شاء الله هجيب مايك، مش عارفه امتى، بس ان شاء الله هجيب مايك علشان انقذكم من كل الاصوات اللي حواليا، بس انا بختبر مدى تركيزكم معايا. المهم يعني خلينا ندخل في الموضوع على طول. فيديو النهارده بعنوان بطلي تحسي انك دايما متاخره. عارفين الاحساس السخيف اللي دايما بيطاردنا ان احنا دايما متاخرين على حاجه؟ اديله كمان ايه بالظبط، صوت الانذار ده بيقول لنا ان احنا متاخرين. يا حبيبي خلاص. في احساس غريب دايما بيطاردنا كلنا ان احنا دايما متاخرين على حاجه. يعني في الوقت ده من حياتي كنت المفروض ابقى في حته تانية، المفروض كنت ابقى انجح، المفروض يبقى عندي عيال، المفروض ابقى متجوزه، المفروض ان انا يبقى عندي عدد فلوس معينه، ان انا المفروض يبقى عندي عدد فولورز معين. دايما احس ان احنا متاخرين على حاجه، وده بيخلينا دايما عايشين غير حزن ونكد، انه كمان دايما عايشين في مقارنه مع اللي حوالينا. دي عندها كذا، انا كان المفروض كمان في السن ده يبقى عندي كذا، فدايما بنقارن نفسنا باللي حوالينا. ولو ما قارناش نفسنا باللي حوالينا، شوفوا بقى المخ لما يحاول يبقى كرييتيف عشان ينكد عليك اكتر. نقارن نفسنا بنفسنا، انه انا مثلا كل واحد فينا بيبقى راسم لنفسه خطه في حياته، انه انا في السن ده مثلا كان المفروض يبقى عندي اسره، كان المفروض يبقى عندي اطفال، كان المفروض يبقى عندي فلوس، كان المفروض يبقى عندي عربيه، كان المفروض يبقى عندي. فانا حاطه لنفسي لسته معينه، تشيك ليست معينه. لو انا ما حققتش الحاجات دي باي certain age او في سن معين، هبقى حاسه دايما ان انا متاخره، ومش عايزه اقولها بس مضطره اقولها، فاشله كمان. يعني دايما احس بالفشل ان ما قدرتش احقق ده، مع انه انا مش متاخره على حاجه، انا مش ماشيه في سباق مع حد، انا ماشيه في طريقي، في رحلتي انا. فالحاجه دي هتيجي في وقتها لان انا ماشيه في طريقي. اصل الاحساس الحقير ده جاي منين؟ اصل الاحساس ده جاي من ان احنا دايما متربيين ان احنا كاننا في سباق مش موجود، سباق خيالي، سباق في دماغ اهالينا بس، ولازم نسبق ونوصل اسرع ونوصل احسن ونوصل مش عرقانين يعني كده. يعني فور اكزامبل مثلا انا مامتي دخلتني المدرسه وانا عندي 3 سنين ونص، 3 سنين ونص، وانا اصلا كنت متاخره في الكلام بارادتي. يعني كنت عندي حكمه من وانا صغيره ان انا مش عايزه اتكلم. مامتي دخلتني المدرسه وانا عندي 3 سنين. ليه مامتي دخلتني المدرسه وانا عندي 3 سنين؟ علشان اتخرج وانا اصغر سنه ولا سنتين، وفعلا اتخرجت وانا عندي 20 سنه. هل ده نفعني في حياتي؟ اكيد، واي هاد هاد ستارت، يعني بدات من بدري وكده، ولكن قدراتي العقليه انا مش طفله جينيوس يعني، تمام؟ فخلينا نبقى صراحه، انا كنت دايما حاسه ان انا اغبى من اللي حواليا، وده لان انا كنت اصغر من اللي حواليا. فدايما اتربى عندي احساس ان انا ممكن ما اكونش ذكيه قوي، لانه اللي حواليا بيفهموا الحاجه كده وانا بتاخد معايا شويه وقت عشان افهمها. هو الموضوع مكمل معايا ده معناته ايه الكلام ده؟ هو نفعني في حاجه، بس في نفس الوقت ضرني في ان هو ضرني في حته ليها علاقه بثقتي بنفسي. انا ما كنتش حاسه دايما ان انا از برايت او ذكيه زي بقيه الناس اللي معايا، خصوصا في حاجات معينه زي الماثيماتكس وكده. لما كبرت بدات احس انه لا، ده برافو ان انا قدرت اعمل ده وانا اصغر من اللي حواليا وبتاع، وكنت شاطره وكده، فالحمد لله. بس يعني قصدي انه ليها مزايا وليها عيوب. فدايما احنا اتربينا على فكره ان احنا في سباق، وكل محطه بقى بتعدي علينا واحنا بنفوتها، اللي هو ما بننفذش اللي احنا كنا المفروض نعمله او اللي حوالينا عملوه، بنحس بالعار وفشل واحساس بالخزي والخذلان من نفسنا ان احنا ما قدرناش نحقق ده، وقال انه ده مجرد مش اواني، او بعض الاوقات كمان ممكن ما يبقاش نصيبي اصلا ان انا اعمل الحاجه دي. فكاننا خسرنا، يعني بنحس بالعار والخذلان كاننا خسرنا في جوله، في سباق ما حدش قال لنا اصلا ان احنا ولا داخلينه ولا ان احنا لازم ندخله، لانه السر مش في السرعه، السر في التوقيت. وهنا يجي الاكزامبل اللي منه السب تايتل بتاع الفيديو، وهو اوان الورد. دلوقتي الشجر اللي بيطلع منه الورد موجود طول السنه، طول السنه موجود، ولكن الورد بيطلع في اوان معين، وهو عاده الربيع، وبيكمل معانا الفصل الصيف. هل ده معناه ان الورد فاشل، ان الورد متاخر، ان الورد ضعيف؟ خالص. الورد محتاج انه يهيأ له مناخ معين، ولما هيهيأ له المناخ المعين ده هيظهر في توقيت الورد، في التوقيت اللي مكتوب له ان هو يطلع ورد فيه، مش قبل ومش بعد. It's just about the timing، التوقيت، البيئه اللي هو فيها، بس كمان التوقيت اهم من اي حاجه. التوقيت الالهي هو اظبط توقيت في الحياه، اظبط من توقيتنا، اظبط من توقيت اي حاجه تانية من بلانز بتاعتنا. هنسعى للحاجه، بس الحاجه هتجيلنا بالتوقيت اللي احنا ربنا شايف ان احنا جاهزين ان احنا الحاجه دي تبقى بتاعتنا، ان احنا نوصل للمرحله دي. لما هيبقى عندنا من الوعي الكافي، من الاستيعاب
الاستيعاب الكافي من القدره العقليه والجسديه، كل حاجه في الوقت اللي ربنا كاتبه لنا. فمن هنا تيجي فكره اوان الورد. كل واحد فينا عنده توقيت خاص بيه، توقيت لنضجه، لوعيه، لتجربته. في ناس بتتعلم دروس حياتيه معينه وهي عندها 20 سنه، وفي ناس تانية هتتعلم دروس حياتيه معينه وهي عندها 30 سنه، وفي ناس هتتعلم دروس حياتيه وهي عندها 70 سنه. هنفضل طول حياتنا نتعلم دروس حياه معينه في توقيتات معينه، مش هنقدر نستوعبها غير في سن معين لما نضجنا وعقلنا وتجاربنا وكل الحاجات دي تبقى مهيئه لينا عشان نقدر ان احنا نتعلم الدروس دي. ده مش فشل، ده ترتيب الهي اعلى مني واكبر مني ومننا كلنا. الفكره هنا مش في ان احنا عايزين ننجح، كل الناس عايزه تنجح. الفكره هنا مش بس في ان احنا عايزين ننجح، كل الناس عايزه تنجح، ودي مش مشكله خالص، بالعكس دي حاجه كويسه وهدف سامي. المشكله هنا ان احنا بنقارن نجاحنا بمقياس مش مقياسنا احنا، بمقياس غيرنا. بنشوف حد حياته ماشيه بسرعه، ماشيه بطريقه معينه، فبنقارن حياتنا بحياته، وناسين تماما ان احنا شايفين كادر معين من حياته، احنا مش شايفين بقيه حياته، مش عارفين ولا الحاجات اللي هو ضحى بيها في حياته عشان يوصل للحاجه دي، ولا الحاجات اللي ناقصاه. يعني ما هو ده رزق، الرزق متوزع، ففي حاجات ناقصه في حياته بس هو عنده حاجات تانية، انما احنا شايفين كادر معين اللي احنا عايزين نبص عليه، فبنقارن حياتنا كلها بالكادر ده. والاسوأ من كده ان احنا مش شايفين رحلتنا احنا شخصيا، احنا شايفين الكادر ده بس مش شايفين رحلتنا، ولا احنا جايين منين، ولا احنا عملنا ايه، ولا احنا انجزنا ايه. لان اللي ربنا بيحطه في طريقنا ده مش صدفه، ولا ده تاخير كده عشوائي، ده ترتيب. زي ما قلنا الترتيب ده بيناسب روحك وقدرتك وسرعتك وظروفك دلوقتي في الحياه. الاحساس ده بيجي مرتبط بحاجه مهمه جدا، فكره ان قيمتي مرتبطه بانجازي. يعني لو انا مش بعمل حاجه ملموسه يبقى انا قليله. وبننسى حاجه مهمه جدا، ان اصلا قيمتنا ملهاش اي علاقه بانجازنا، احنا عملنا ايه ولا انجزنا ايه في حياتنا. قيمتنا في ان احنا موجودين، قيمتنا في وجودنا. ربنا حاططنا على الارض لسبب، وطول ما احنا موجودين على هذه الارض نستحق الحياه، نستحق ان احنا نبقى عارفين ان احنا قيمتنا في وجودنا، قيمتنا في احنا بنقدم ايه لنفسنا وللي حوالينا، بس مش في انجازنا. قيمتنا في نيتنا لان احنا نحاول ان احنا نتطور. قيمتنا في الايام اللي احنا مش قادرين نقوم فيها من السرير وعينينا منفوخه قد كده من العياط، وقدرنا نقوم ونعمل حاجات ونبقى لطاف مع اللي حوالينا وما نعذبش الناس اللي حوالينا لمجرد ان احنا حياتنا صعبه او بنمر بايام صعبه. دي اللي بتبين قيمتنا بجد. قيمتنا في وعينا، في التامل، وان احنا بنحاول نعيد اكتشاف نفسنا، والحاجات اللي بنكتشفها فينا محتاجه تتغير ان احنا بنغيرها. كل دي خطوات حقيقيه، حتى لو مش باينه للي قدامك، حتى لو مش باينه انها انجاز ملموس نقدر نحط ايدينا عليه ونقول احنا عملنا كذا، حتى لو اللي حوالينا مش شايفينه بشكل مضخم ونيون لايتس وكده. دي حاجات حقيقيه وتطور حقيقي حصل لك. ما ينفعش ان انت تبخسي نفسك حقها ان انت عملتي ده، انت انجزتي ده. ما تبخسيش نفسك حقها، حتى لو مش باينه اللي حواليكي لازم تبقى باينه لنفسك، ولازم تبقي فخوره بنفسك ان انت عملتي ده، لانك عملتي ده بنفسك لنفسك. الحاجه الوحيده كومن ما بين الفيديو ده والفيديوهات التانية هو ان احنا هنتكلم على الخطوات العمليه اللي احنا نعملها لما نحس ان احنا متاخرين. نعمل ايه لما نحس الاحساس السخيف ده؟ اول حاجه نركز على، عارفين الفكره في الرحله وليست في الديستنيشن او في الواجهه. نركز على الرحله اكتر من خط النهايه. نركز ازاي نستمتع بالرحله، ازاي نحس بكل مرحله فيها بحلوها ومرها، نحس باحنا قد ايه وصلنا، نبص ورا ونقول يا قطعنا شوط طويل. نركز في الرحله، نسال نفسنا احنا بنتعلم ايه دلوقتي، مش انا امتى هوصل، ايه الحاجه اللي انا بتعلمها دلوقتي، ايه الحاجه اللي انا مبسوطه بيها دلوقتي. لما بنركز على مجرد الوجهه اللي احنا رايحينها، دي حاجه قاسيه جدا. عمرك ما هتستمتعي بكل ده، فجاه هتحسي ان حياتك كلها ضاعت وعمرك ما استمتعتي بيها، جيت تستمتعي دلوقتي وهتكتشفي ان اللحظه دي ما كانتش جرانديوز زي ما انت متخيله، ما كانتش خطيره زي ما انت متخيله. اللي ما اتفرجش على فيلم اسمه سول، وده فيلم كرتوني، يتفرج عليه لانه بيتكلم على الفكره دي تحديدا. الاهداف اللي احنا بنفضل حاطينها ونقول لنفسنا انا مش هبقى مبسوطه غير لما ابقى رفيعه، انا مش هبقى مبسوطه غير لما احقق كذا، مش هبقى مبسوطه غير لما يبقى عندي عيال، مش هبقى مبسوطه غير لما اتجوز، وبعد كده يبقى عندك عيال وتخسي وتبقي عامله كذا مش عارفه ايه، وتكتشفي ان انت ستيل مش مبسوطه. الفكره فعلا في ان انت تبقى مبسوطه دلوقتي وتستمتعي باللي انت فيه دلوقتي عشان تقدري تتبسطي بعدين. ما تاجليش ساعات. رقم 2، راقبي كويس قوي الطريقه اللي انت بتكلمي بيها نفسك. دي من اكتر الحاجات اللي مهمه في كل حاجه. كل الفيديوهات هنتكلم على نفس الموضوع. راقبي الطريقه اللي بتكلمي بيها نفسك. من الاخر مش هعيد كلامي كتير، كلمي نفسك عادل خلاص. كل مره هنقول لنفسنا انا متاخره، انا فاشله، انا شقي، الكلام اللي هو كده دي هنبدلها نقول انا في وقتي. هنفتكر دايما الاكزامبل اللي انا اقولها، اوان الورد. انا ورده، انا ورده. دبلان دبلان، ولكن انا ورده. هتسقي وهبقى كويسه دلوقتي، هتسقي وابقى حلوه كده منوره. ده في وقتي، في توقيتي. ما تقوليش نفسك انا متاخر. ده توقيت الهي اللي ربنا عايزه هيكون، المقدر ليا اللي ربنا شايفه لي احسن، انا راضيه بيه ومبسوطه بيه.
بس في وقتي وانا عندي يقين ان ربنا هيعمل لي الحاجه الفلانيه. كلمه واحده ممكن تغير احساسك بالكامل، بدل ما انت هتنغصي على نفسك عيشتها تبقي منتعشه كده، تسقي نفسك. 2 خدي وقتك، فكري نفسك انك مش لازم تكوني اول واحده ولا اشطر واحده ولا اجمل واحده، مش لازم تبقي الاولى على كل حاجه. الاحساس اللي اهلنا فهموه لنا ده اي كلام، ده مش موجود في الحياه عامه. الممثل الشاطر فيه اشطر منه، الحلوه فيه احلى منها، الذكي فيه اذكى منه، فخط الاحلى والاعلى ده مش موجود. ففكري نفسك ان انا مش لازم ابقى اول واحده. كل حاجه ناجحه محتاجه انها تاخد وقتها، ومحتاجه نفشل فيها قبل ما ننجح فيها، ده معروف. وبنتعلم اكتر من الفشل، وده واقع، بنتعلم اكتر من الفشل اكتر من النجاحات بكتير عامه. يعني قولي لنفسك انا كل حاجه كويسه لازم تاخد وقتها، فانا هاخد وقت. 4 اكتبي. انا نفسي ما بعملش ده بس محتاجه ان انا ابدا اعمل ده. الكتابه بتفكرنا، احنا كالبني ادم ايه؟ نساي. الانسان بينسى كل حاجه. انا هنسى انا كنت عامله ازاي زمان. انا عندي اخت واحده ذاكرتها رائعه، دايما تفكرني انا كان في حاجات معينه كنت في شخصيتي كانت عامله ازاي، وان انا اتطورت. انا نفسي بنسى، لان انا دلوقتي بقيت عامله كده، فخلاص شايفه برضو الوحش. بس هي تقول لي لا انت كنت كذا وكذا، انت ازاي مش فاكره ان انت دلوقتي اتطورتي كتير عن الحته دي. فلو انا بكتب انا كان احساسي ازاي، كنت بتصرف ازاي، كنت بعمل ازاي، مش عارف ايه، ودلوقتي بقيت ازاي، هفتكر. لو انا بكتب ايه الحاجات اللي انا انجزتها هفتكر. انما الواحد لما بيكبر بقى على الحاجه اللي هو انجزها، اللي هو كان فاكر انها مستحيله قبل كده، لما بتتحقق بيحس انه عبيطه قوي انا عملتها وخلاص. ننسى نكتب انجازاتنا، لاننا هنتفاجئ ان انا الوقت اللي انا كنت فاكره ان انا واقفه فيه محلك سر، انا كنت بتحرك وكنت بتقدم بتوقيتي، وبتقدم بالبيس بتاعي او برتمي، بس كنت بتقدم طول الوقت حتى وانا فاكره ان انا واقفه مكاني. يمكن اللي حاسبين وتاخير يطلع في الاخر حمايه. يمكن ربنا مأخر علينا حاجات معينه لاننا مش جاهزين لده، او ما كناش جاهزين لده، او لان اللي ربنا شايلهولي اعظم بكتير، وده حقيقي، من اي حاجه انا كنت متخيله ان هو هيرزقني بيها. كرمه اعلى بكتير قوي من اللي احنا متخيلينه. واخيرا وليس اخرا حبيباتي، افتكروا الزمن مش ضدك، على عكس ما هم مفهميننا. الزمن معانا، لان كل لحظه عدت شكلتك وشكلتني بطريقه مختلفه، وكل يوم بنتعلم فيه حاجه او بنعمل فيه حاجه هو خطوه لقدام، حتى لو خطوه صغننه، حتى لو بنزحف لسه، هي سحفه لقدام. فبطلي تحسي ان انت متاخره. مفيش وقت صح ووقت غلط، في وقت معمول لك، وقت بتاعك. في حاجه اعظم من كده، ان انت ليكي وقت معين كل حاجه مرسومه لك فيه، وقت مخصوص ليكي انت، وين الورد بتاعك انت. ايش يمكن في لحظتها احنا ما بنبقاش شايفين ليه ولا فاهمين ليه، بس بعد شويه هنفتكر اللحظه دي ونقول كان لازم اتاخر عشان اوصل في ميعادي بالظبط. رب يكون الفيديو عجبكم. انا الفيديو ده يعني حطيت فيه كل طاقتي. اتمنى يكون الفيديو مسوكوا، اداكوا طاقه ايجابيه زي ما هو الموضوع ده مسسني، واللي انا قلته لكم شحنني انا نفسي، يعني انا ساقتني انا كمان، واداني طاقه ايجابيه. وافتكروا اوان الورد. يا رب يومكم ورد عليكم جميعا، يا وردي انتوا. اشوفكم يوم الجمعه الجايه.